بكم في كلام إلهام. في مرحلة التعارف بين أي اتنين، أكتر حاجة بتلفت نظر الشخص اللي قدامك ليكي هو طريقتك في الكلام. هي دي الوسيلة الأولانية اللي بتشد الشخص اللي قدامك ليكي وبتخليه يا إما بقى يفكر ويكمل الموضوع، يا إما يقف لحد كده والحكاية تكون باظت. وإحنا أكيد مش عايزين الحكاية تبوظ، عاوزين الموضوع يمشي. فعشان كده هقولك 3 خطوات مؤكدين يخلوكي تشد انتباه أي حد ليكي من المرة الأولى. تعالوا مع بعض نشوف ايه هي أول خطوة. 1. خليكي شخصية مثيرة للاهتمام. والحقيقة بنات كتير بتفهم الموضوع ده ان هي بقى تبين قد ايه انها مثقفة وبتقرا كتب كتير وان هي ما شاء الله عليها. امبارح بس مخلصة 3 كتب كده وهي قاعدة على الغدا، واليوم اللي قبله مارست 50,000 هواية. لا مش كده، الموضوع مش كده. كونك شخص مثير للاهتمام ده يتلخص في ان انت تعرفي ازاي بحديثك تجذبي الشخص اللي قدامك وتخليه يتابع كل كلمه بتقوليها من بقك، حتى ولو كان اللي انت بتقوليه ده ان انت مثلا امبارح على العشاء كلتي زبادي. الطريقه اللي بتحكي بيها الموضوع والقصه اللي ممكن تخلقيها على حاجه بسيطه وتافهه من وجهه نظرك زي دي ممكن هي اللي تشد انتباه الشخص اللي قدامك ليكي. ملهاش علاقه ابدا بالثقافه بقى ولا بكميه الكتب اللي قريتيها ولا بكميه الهوايات الرهيبه اللي انت بتمارسيها. الموضوع ابسط من كده بكتير. خليكي عارفة ازاي بطريقتك وباسلوبك الحلو تجذبي الشخص اللي قدامك وتخليه يتابع حديثك من اول كلمة لحد اخر كلمة، ما تخليهوش يتوه منك من النص. فاكرين مسلسل كان اسمه ألف ليلة وليلة؟ لما شهريار كان عاوز يموت شهرزاد، وكل يوم كانت بتنجح ان هي تخليه يطول في عمرها يوم كمان من بس القصة اللي كانت بتحكيها له، وقد ايه هي شيقة ومثيرة وشدت انتباهه وخلته عاوز يكمل معاها القصة اليوم اللي بعده. انت كمان بنفس اسلوبك الحلو ده هتخليه عاوز يكمل معاك الحكاية والقصة للمقابلة اللي بعدها. 2. حسي بنفسك كده وان انت حاجة جامدة وقوية جدا كده قدامه. اي حد بيتشد للشخص اللي حاسس بنفسه وحاسس ان هو ليه قيمة كبيرة جدا ومعتز كده بنفسه، وده بيبان جدا من لغة الجسد اللي انت بتعمليها قصاد الشخص اللي بتقابليه لأول مرة ده. لو انت شخص قاعد كده مكموش في نفسه خلاص حاسه ان انت ضعيفه جدا وان انت مالكيش وزن كده، واكيد مش هيتشد لواحده مش حاسه ان هي حاجه قويه ومش حاسه بقيمتها. الناس بتحب دايما الشخص اللي يدي لنفسه قيمه حتى ولو كانت القيمه دي مش موجوده في الحقيقه، لكن هو بيحاول يبين لكل الناس اللي حواليه ان هي فعلا موجوده. احساسه بنفسه بيتنقل للناس اللي قدامه وبيخليهم يحسوا نفس الاحساس ده ناحيته ويحطوه في درجه عاليه كده وبيتعاملوا معاه على الاساس ده، على اساس ان هو حاجه كبيره. كمان من الحركات اللي مش لطيفه اللي بتعمليها مع اي راجل بتقابليه لاول مره ان انت تقعدي تدعكي في ايديكي كده او تقطمي في ضوافرك، منظر مش لطيف خالص. بيدي نفس الاحساس للشخص اللي قدامك ان انت حد متوتر ومش حاسس بقيمته وحاسس ان هو قليل. الحاجات دي بتفرق كتير جدا يا جماعه، واحنا مش عاوزين المقابله تنتهي النهايه الدراماتيكيه دي، احنا عاوزينها تمشي بشكل لطيف. حسسي اللي قدامك بقيمتك وحسسيه ان انت عايشه في عالم خاص بيكي كده وان انت ليكي مكانه مميزه. احساسه بالمكانه المميزه ليكي وان انت ليكي عالم خاص بيكي ده بيخليه نفسه هيموت كده ان هو يبقى جزء من العالم ده وانه يدخل جوه حياتك ويبقى جزء منها، وان انت لو سمحتي بحاجه زي دي يبقى يا سلام، ده قمه المنى وده هو اللي عاوز يوصله في الاخر. خليكي دايما وانت قاعده معاه مندمجه مع المحيط اللي حواليكي. لو رحتوا لاي مكان ممكن يكون غالي شويه وانت حتى مش متعوده ان انت تقعدي في الاماكن دي، حسسيه ان انت قاعده مرتاحه جدا وان المكان ده مكانك وان انت ده المستوى اللي انت دايما بتكوني موجوده فيه. كده هو بيبتدي يبصلك على ان انت فعلا حاجه كبيره جدا وان انت مناسبه للمكان اللي انت فيه، وبالتالي مناسبه ان انت تكوني جزء من الحياه بتاعته اللي ممكن تكون مناسبه للجو اللي هو اختاره علشان تقعدوا فيه، وخصوصا لو كان الجو اللي انتوا قاعدين فيه ده زي ما انا قلت دلوقتي حاجة شيك وغالية شوية. إحساسه إن أنت مناسبة للمكان ده هيفرق كتير جدا في المقابلة بتاعتكم. 3. تكوين نوع من الاتصال العاطفي بينك وبين الشخص اللي بتقابليه لأول مرة ده. إزاي؟ ابتدي احكي شوية عن حياتك وعن حاجات خاصة بيكي أنت، ولكن في حدود، يعني حاجات صغيرة قوي ملامح من حياتك، لكن ما تقعديش بقى تحكي عن طفولتك المآسي اللي حصلت لك ساعتها وتسترسلي بقى في الكلام. لا، مش ده المطلوب اصلا. كده انت بتبقي شخصيه ممله وتافهه والشخص ده عمره ما يهتم اصلا باي كلام انت بتقوليه. لكن احكي لمحات بسيطه من حياتك وشاركي الشخص ده معاكي فيها. لو انت ابتديتي تحكي عن حاجه خاصه بيكي
هو كمان هيبتدي يحكي عن حاجه خاصه بيه، وهنا هيتكون الاتصال العاطفي بينكم ده. انتوا الاتنين بتتشاركوا ذكريات من الماضي تهمك وهو كمان بتهمه، لانه لقى ان في حاجه مشتركه بينكم ممكن تحكوا عنها انتوا الاتنين. الطفوله دي مرحله كلنا مرينا بيها، واكيد كلنا حصل لنا مواقف فيها سواء كانت مزعجه او مفرحه. ابتدي احكي لمحه بس بسيطه كده، بلاش استرسال، بلاش ان احنا نقعد نقول حاجات كتير، لمحات بسيطه بس هتخلي اللي قدامك يشاركك نفس اللمحات دي، وتبتدوا انتوا الاتنين تعملوا حوار. وهنا هيكون الحوار ناجح جدا، لان انت قدرتي تشدي انتباهه لمنطقه هو عاوز يتكلم فيها، وحسستيه ان انتوا عندكم دلوقتي نوع من الاتصال العاطفي، وان انتوا ممكن تحكوا ذكريات وحاجات خاصه بيكم. وده بيدي للطرف التاني احساس بالراحه، ويخليه يبتدي يتكلم وهو كده مش حاطط اي حدود. وهنا بقى بيبتدي مرحله القبول. اول ما الشخص يحس ان هو فعلا مرتاح للكلام معاكي، هيبتدي يقبلك جدا بكل حاجه فيكي بقى، وهتنتهي تماما مرحله التدقيق وان انا عاوز كذا وكنت بدور على كذا. كل ده بينتهي، هو دلوقتي بيركز على الحاجات اللي لقاها مش الحاجات اللي ما لقاهاش، ومن هنا هتكون المقابله ناجحه. طبقوا ال3 خطوات دي يا جماعه، واي مقابله بتروحوها اعملوا تشيك ليست كده على ال3 حاجات دي، قولي دي ناجحه ودي ما نجحتش فيها وهكذا، وساعتها هتقدروا تقيموا المقابله دي كانت مقابله ناجحه وفي منها مستقبل، يعني هيبقى في مقابلات تانيه، ولا دي كانت اول واخر مره ومش هتتكرر تاني. اكيد لو عملتوا التشيك ليست دي هتقدروا تفهموا كويس جدا الموضوع رايح على فين. واتمنى ان انا اكون فدتكم، واي حاجه قلتها دلوقتي فادت اي حد فيكم، او حطيته على اول الطريق اللي ما كانش عارف يمشي فيه ازاي لوحده. واستنوني الحلقه الجايه من كلام الهام، وهنفتح مع بعض موضوع جديد.